المغص عند الأطفال حديث الولادة الموضوع اللي يحير كل الأمهات. لازم تعرفوا ان مغص حديث الولادة شيء طبيعي جدا. اديتي بقى دواء مغص ما اديتيش دواء مغص، موضوع لن ينتهي اول 4-5 شهور تقريبا. فالامهات تروح تسال على الجروبات: يا جماعه اكتبوا لي دواء مغص حلو، فاللي تكتب دنتينوكس واللي تكتب سايميديل واللي تكتب سايميسيكون، وتلاقي في امهات مجانين بتدي دواء المغص ده 15 مرات في اليوم، واللي بتديه كل 8 ساعات كانه مضاد حيوي. يا جماعه المغص شيء طبيعي مش محتاج علاج اصلا، ممكن ناخد الدواء كده مره مرتين جدعانه عشان خاطر انت بس نفسيتك تهدي وتحس انك بتعملي حاجه. انما المغص بتاع حديث الولاده شيء طبيعي زي الخنفره زي الحزق، في شويه حاجات كده لما الام بتولد وتيجي بنقعد نشرح لها الكلام ده كله، بنقول لها في 5-6 حاجات طبيعيه، هو الموديل بتاع حديث الولاده ده بينزل فيه شويه حاجات كده. ولكن نضع في الاعتبار ان في ناس او اطفال يعني بيبقى عندها مغص زايد عن العادي لاسباب، ولما بنفحص الطفل بنكتشف فعلا ان الطفل ده مش طبيعي، المغص بتاعه زايد عن العادي لاسباب في اكل الام، لاسباب في اللبن، في الوزن، في مش عارف ايه. فده بعد الفحص يعني بنعرفه. وكده كده الطفل اللي مولود ده لازم يتابع مع الدكتور، مفيش حاجه اسمها لما يتعب ابقى اروح، ممكن يكون عنده مشكله وانت مش واخده بالك. فاول 6 شهور لازم تعدي على الدكتور مرتين 3 من غير شكوى، خلاص، لان بيطلع فيه مشاكل كتير، اللي ما عندوش خصيه واللي ما اعرفش ايه، حاجات ما بتاخدوش بالكم منها. ربنا يحفظ ولادكم جميعا، وما تصرفوش فلوس كتير في ادويه المغص لان ده مش مرض.